الحقني يا بابا، كوابيس طول الليل، وحوش عمالة طارت فيّا، وبانزل من جبال، واترمي من عمارات، ومطاردات طول الليل يا بابا. الأحلام دي ما لهاش تفسير غير الأكل التقيل اللي حضرتك ضربته بالليل وكبس على مراوحك وعمل لك كل المشاكل دي. بلاش تاكل أكل دسم بالليل زي المقليات والوجبات السريعة والمخبوزات والمعجنات والحاجات المقلية كلها اللي أنت عمال تضربها بالليل دي وتقول أنا في دايت، أنت مش في دايت. بلاش تاكل أكل سبايسي بين قوسين الحامي اللي أنت بتحبه دايمًا ده، وبالتالي بترفع درجة حرارة جسمك. الشوكولاتات بالذات فيها كمية كافيين وسكر كبيرة أوي، وبالتالي بترفع من درجة نشاطك وتقلل من فكرة إنك تدخل في نوم، وبالتالي كوابيس مرعبة. تقلل لي بقى الكافيين زي ما اتفقنا قبل ميعاد نومك بقد إيه، ب8 ساعات. يا ريت أنت داخل تنام وعارف إنك داخل في نوم، فما تنشطش جسمك بقى وتنشط مخك. طب أنت بتعمل حاجة وعكسها. مش نظام يا أخويا ده. ده مش الأكل وبس، ده إحنا كمان ساعات بنعمل حاجات غريبة جدًا. بنتفرج على فيلم أكشن، أكشن مين؟ أفلام رعب بالليل، وبالتالي المفترض إن ميعاد نومي ييجي وداخل أنام. هتنام إزاي بقى بالله عليك بعد اللي أنت شُفته ده؟ حرام عليك. ابدأ كده بحاجة بسيطة، اسمع لك شوية قرآن، اسمع حاجة كده خفيفة، بالتالي تدخل في مود نوم عميق، مش تتفرج لي على فيلم رعب. لو بتصحى من نومك على كوابيس كل شوية وتقلق، افتكر أنت كنت متعشي إيه قبلها، وضارب إيه، مقليات والّا معجنات والّا مخبوزات والّا خارب الدنيا في إيه بالضبط، وساعتها هتعرف الإجابة. ابعت لي أكيد في الكومنتات أنت متعشي إيه النهارده، وهاقول لك على نوع الكابوس اللي هيهاجمك بالليل. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذية العلاجية.